الحسنيه ولا الاسره ديالو حتى في شي منبر اعلامي او حتى عبر القنوات ديالو نظرا للسريات ولا كنحترموا القرار ديال السيد قاضي التحقيق، وان شاء الله الرحمن الرحيم الامور راه دازت. قضيه صعيبه واقيلا داكشي علاش تعطاو الاوامر. شنو رايك انت؟ كتعرفوا قاضي التحقيق له الصلاحيه اكثر كاع حتى من عام وربع شهور هو كيحقق، لان دابا كاينين الاطراف ضروري يتم الاستدعاء ديالو من جهه. كملها شو صار ايش صار هذيك كتسمى شو صار يعني كيديروا شو صار هكا طبعا الاخوان والاخوات مازال غادي يستدعوا بزاف ديال الناس، غادي يسقطوا بزاف ديال الرؤوس. شحال من واحد راه دابا ناشط وفرحان وكيضحك، ولكن الثقه ديالو يرجع يبكي لان الاسماء ديالو ما غاديش نزيدو نكملوا التمشي. وعلاش كنشوفوا الفرحه ديال الطرف الاخر على زعما؟ هذه فرحه ديال البلطاجيه، هذا مجرد نصب واحتيال على المتتبعين ديالو. والجمال تعتقل، جمال خارج لابس العلم الوطني، خارج فرحان خارج نشط والحمد لله. هذه مجرد بلطاجيه باش كيموهوا الناس. دابا حنا كنقراو عناوين تم اعتقال جمال والمراه ديالو داخل قضيه التحقيق. هذا مجرد تمويه للراي العام، والحمد لله لنا الثقه الكامله في القضاء. وجمال بريء، وانا كنقولها على حسابي، جمال بريء ان شاء الله الرحمن الرحيم، والمجرم الحقيقي هو الذي ينال العقاب ديالو. وشكرا جزيلا له. اكيد ان المتهم كيبقى بريء. القضيه لا هو من العائله ديال المرحومه، لا هو من المطالبين بالحق المدني، لكن في المقابل كنلقاو بانه جاي وداير الشوشره قدام المحكمه. شنو رايك في هذا الموضوع هذا؟ هو شوف، هما كتعرفوا مجرد بلطاجي، مجرد نصاب تاريخه كله اجرام في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. دابا هنا فين كيستهدفوا الضحايا، دابا هنا فين كيستهدفوا الضحايا. المهم الحمد لله. شوف جمال منصور باذن الله حضور ما شاء الله كبير ديال المتعاطفين مع القضيه ديال جمال. هاد الناس ماشي جايين ضد المرحومه سعاد، ولكن جايين حتى هما باغيين يعرفوا الحق ديال المرحومه سعاد وباي طريقه مس وشكون هو الفاعل. هاد الناس الحمد لله جايين فرحانين وناشطين. هذه مجرد بلطاجيه اختاروا امام واحد النقهه، هما كاينين بسبعه بيهم هما اللي جاو. ولكن كنشوف هذا الكم الهائل ديال جمال ما شاء الله، راه تقريبا واحد 200 الناس باتجاه اللي جا من طنجه. حنا جينا من مدينه صفرون، الناس جايه من فاس، جايين من كل المدن، ازرو سيدي عزي. هذا جمال خصو يفتخر براسو بان الحمد لله منصور. كذلك الجاليه المغربيه كلها متبعه قضيه جمال وكلها كتدعي مع جمال. وجمال ثقوا بي انا كنقول لكم على مسؤوليتي، جمال بريء. انتظروا ان شاء الله المفاجاه. شكرا خير المواطن ان شاء الله. شكرا. في حنان شامل ايضا هي معنا تعطينا كلمه في هذا الموضوع. شنو رايك في ما يقع الان مباشره امام المحكمه بخصوص قضيه جمال والمرحومه سعاد؟ السلام عليكم، تحياتي كبيره منبر الاعلامي. بارطاجيو اخوتي العزاز. عنوانكم صوت الحق. كبيره القنوات اللي جاو ضامنوا. كيشوفوا بس تحيه كبيره لكم القنوات والمتتبعين. اش غنقول لكم الخوت، كاينه واحد السريه تاع البحث اللي ما يمكنش نخرجوا اي حاجه، حيت بطبيعه الحال انتم كتشوفوا قدام عينيكم هذا الطاغي هذا كيبغي يعرف الاخبار شنو واقع، منين غادي يجيبها. ما كانش اللي غادي يقول لهم الا ما سمعوا جمال كيخرج بالتصريح، يعني كيعرفوا الكبيره والصغيره. من الاحسن تبقى هذا الشيء يبقى بيناتنا وما يخرجش للقنوات باش ما يتصنطوش هذا الطاغيه هذا. الله ياخذ فيه الحق اللي كيدير واحد الفتنه واحد الترهيب كيديروا لا قصيرات ولا ناس راشدين وما عندوش رخصه. اش من حق جا، اش من حق ما عنده لا رخصه لا والو، جاي يوقف حدا المحكمه. هذا الانسان هذا معروف داير على جبهته الله يقرب لها. الشهداء مكتوبه على جبهته الله يقرب لها. فين ما كانوا المحاكم راه واقف، فين ما كانوا الكوميساريات راه واقف، فين ما كان المشاكل وتشتيت العائلات راه واقف. يعني باش نشوفوه يجمع ما بين العائلات، لا ما كان غير تشتيت العائلات والفتنه كيديرها ما بين العائلات. وانتم كما شفتوا الصباح تحيه لرجال الشرطه تاع مدينه القنيطره، وتحيه للقضاء النزيه والسلطه اللي كانوا حامييننا الصباح وكانوا كثافه تبارك الله ما شاء الله. واللي حقا راه التردع راه خرج قبيله وخرج مردوع، دخل سوق راسو جلس. دابا خرج حيت بدا كيغوت، حيت بغا يعرف الحقيقه شنو وقع. اللي سمع الجمال ما قالش وما صرحش ضرو راسو،
تصرور يدير ديك الشوشره ثاني ديالو، والله ياخذ فيه الحق، حيت هذا الانسان طاغي بزاف. حنا كنقلبوا على كلمه الحق، حنا كلنا المرحومه سعاد، حنا ماشي كنقولوا لا ما بغيناش حق المرحومه، بغينا حق المرحومه وبغينا نعرفوا شكون، حيت الزوج ديالها بذاته كيقلب على الحقيقه، ولكن الخوت كما شفتوا النهار الاولاني الجمال راه ما كانش حاضر، كان مسافر وكان داير لايف وجاه الخبر وهو في وسط اللايف، ولكن شفنا العائله ديال المرحومه اللي كانت خرجت وكتقول باللي بنتنا ماتت بالتسمم، وبنتنا راها كانت عالمانه وقايلها لينا باللي غادي نشرب السم. يعني كيفاش بنتكم عرفتوا باللي بنتكم غتشرب السم وما بلغتونا شرطه، ما دخلتوا وقلتوها لراجلها وتقولوا له ربي البال لمراتك؟ يعني حنا بغينا نعرفوا كيفاش هاد الناس عرفوا باللي المراه ماتت مسمومه وكانت باقي التشريح ما خرجش، الفرقه الوطنيه باقي ما عارفاش باللي التشريح خرج، يعني باش نعرفوا باللي المراه ماتت مسمومه. وهذا السيد هذا الطاغيه هذا الجمعوي هذا اللي كيدعي عنده جمعيه ملكيه، حاشا وشكون هذه الجمعيه ملكيه وتذكر فيها اسم سيدنا، اسم الحبيب ديالنا ملكنا الله يشافيه وينصره. يعني كيفاش حنايا هذا الشيء هذا ولا ضارنا بزاف. بغينا نعرفوا كي داروا عرفوا هاد الناس باللي المرحومه ماتت بالتسمم قبل ما تخرج الخبره، قبل ما يخرج التشريح، باقي التشريح ما خرج وهما كيقولوا ماتت بالتسمم وكيعطيو انواع السم وكيقول لك ماتت تدريجيا. يعني بغينا نعرفوا كي داروا عرفوا هذا الشيء هذا كامل، وتحيه كبيره لجميع القنوات اللي كيساندوا كلمه الحق، تحيه كبيره اللي جاوا في قنوات من كل مدينه، من طنجه، من سيدي عدي، مفاس، انا من الدار البيضاء، يعني من الرباط، كل شيء الحمد لله، مكناس، الاخ الركراكي، الاخت الاخ يوسف وفاتي، كل شيء قنوات تحيه ليهم كبيره، ميطوم، يعني تحيه الشكر ما يمكنش نذكر كاع القنوات نبقى ننساهم، راه كل شيء تبارك الله ما شاء الله منوريننا، لا هنا ولا في مدينه فاس في الجلسات تاع يسرى، يعني دائما كنلقاو واحد المسانده كبيره ديال هاد القنوات هادو ما شاء الله عليهم، وتحيه كبيره ليهم على كلمه الحق ديالهم، وتحيه كبيره المتتبعين المتتبعات اللي كيتبعونا في اي مدينه وكيجيو حتى هما مساكين اللي جايه من مراكش اللي جايه من الرباط كل واحد منين جاي، تحيه كبيره للمتتبعين ديالنا العزاز، وشكرا للاخ مراد الوانكم اللي وقف معانا في كلمه الحق واللي ما كيبغيش الظلم واللي كيوصل دائما ديك الصرخه ديالنا وديال اي مظلوم، يعني تحيه ليه كبيره والله هو اللي غادي يشوفها لي. وشكرا اخ مراد. شكرا. تحيه للقضاء ديالنا، حنا غنساكن، حنا غنصر سيدنا، ما نغوتو ما يغوتنا، غنصر سيدنا. وكلهم لا تسمعوا ما تنساش كلهم لا تسمينا. تحيه لكم وتحيه للناس ديالنا، تحيه للناس ديال القنيطره، حنا ماشي ديال الفوضى، ماشي ديال المشاكل، حنا كنحترموا، الله ينصر سيدنا والله يخلي لنا سيدنا ويخلي لنا السلطه ديالنا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ياخذ فيه الحق هذا اللي هذه التصويره ديال السيده وتيستفز في الود، تيستفز الجمال. اش غادي نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بغاش يحشم، الله يستر. وقيله خاصو الدواء، خاصو الكينات ولا ما نعرف، غتقضى اخوتي الدواء، حنا راه خلنا حنا كاع لا تا هو بعقلو كيعرفش كيدير، هو بعقلو كيدير السياسه ديال التخويف بالنسبه للقنوات اللي مع جمال، كيدير السياسه ديال التخويف بالنسبه للقنوات اللي مع جمال، وكيدير بانه زعما راه حق سعاد تخدى، كيوهم القاطع اللي معاه بان حق سعاد راه تخدى، وبان جمال راه مدان، وان حسنيه راه قتالها. مي هذيك الطريقه اللي كيدير حنا عايقين به وفايقين به، الحمد لله حنا واثقين في القضاء ديالنا. الفلوس به 14 مليون 14 مليون خصو يطيح له مشاهده، خصو يطيح له هادشي اللي كاين. ما بيه حتى واحد اللي كيضرب في الدراري ويضرب في القضاء ويضرب في كل شيء. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا ان مجموعه من البلطجيه كيتواجدوا امام المحكمه ديال الاستئناف بمدينه القنيطره. ما عرفناش شنو هو الدور ديالهم في هذه القضيه. كيف ما كتعرفوا بان الزروالي ليست له اي علاقه، لا علاقه قرابه بالمرحومه سعاد ولا علاقه عائليه ولا اي علاقه من قريب او من بعيد. في المقابل كنلقاو بانه كينظم هذا التجمهر وكيوهم المتتبعين بان راهم ربحوا القضيه. في الحقيقه ان القضيه ما زالت بين يدي
السيد قاضي التحقيق. اكيد ان جمال غيكون متابع في حاله صلاح، اكيد اننا نحن كاملين كمغاربه كلنا متابعين في حاله صلاح، وهو ايضا متابع في حاله صلاح بتهمه النصب والاحتيال واهانه موظف قضائي، وايضا ديال تهمه السب والقذف ومجموعه من الامور. مشاهدينا الكرام، اذا مازال الشيء الكثير، مازال مشاهدينا الكرام القضيه بين يدي السيد قاضي التحقيق، والمتهم راه بريء حتى تثبت ادانته. وشكرا لكم كامل.